السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا داخله كده في الموضوع على طول ان احنا نعمل احلى صينيه كفته ممكن تعملوها. يعني مش صينيه كفته عاديه، لا، هي صينيه كفته فيها تكايه كده معينه بتقلبها لحاجه تانية خالص. بس بجد والله يعني بجد من احلى الحاجات اللي انتوا ممكن تعملوها تاكلوها ايه بعيش. حاجه غير مألوفه شويه وفي نفس الوقت، او ممكن تكون مألوفه للناس يعني، وفي نفس الوقت ايه، اللهم صل على النبي، مختلف عن الكفته العاديه. هنا طبعا انا كنت ايه، بصل بقى وفلفل وطماطم، واتحايلت فيهم على الكبه شويه. ماشي. وبعد كده ايه، قمت مقسماهم على مرتين. هنا حطيت ملح وفلفل وبابريكا. البهارات بتاعه اللحمه يا جماعه، كفته اي لحمه ما بتحبش بهارات كتير، هي بابريكا وفلفل اسمر، بودره ثوم بقى وبودره بصل والحاجات دي. اللحمه ما بتحبهاش، ممكن الكلام ده مع الفراخ، انما اللحمه ايه، لا. ضربت ده كله في الخلاط. ماشي. وادي اهو الخليط العادي جدا او التوبنج العادي جدا بتاع الكفته. وهنا ايه، اعجن اعجن اعجن. طبعا انا بعجن بايدي، ده بيتي يعني، عشان اكيد مش هلبس جلافز يعني في بيتي وانا بعجن الكفته، ايديا نظيفه. ماشي. وهنا ايه، بعد ما خلصت ايه، اعجن الكفته ايه كويس. ومن ضمن الحاجات اللي انا عايزه انبه ليها، لو الكفته كانت معاكي جوسي قوي او حسيتي ان هي طريه منك قوي، ممكن على فكره تعملي عليها رشه دقيق عادي وتصبعيها في الصينيه. بتتصبع عادي حتى لو انت حاسه ان هي يعني سايله منك، لا، هتتصبع عادي في الصينيه ومش هيحصل لها اي ايه، اي حاجه. اديلها بس الفورم بتاعها وهي ايه، هتتصبع كويس. هنا انا كنت بصبع، انا جايبه عود الخشب ده عشان بس اخرم الصباع، عشان يكون في ايه، يكون في هوا من جوه كده يسوي الكفته ايه من جوه كويس، بحيث ان ايه الكفته كلها تكون ايه مستويه ايه كويس. طبعا احنا عارفين ان الكفته لو حطيتي عليها حته ليا او دهن، دي طبعا بتديلها طعم حلو جدا. قلنا اي لحوم بتتبليها، سواء كفته سواء لحمه متبله اي حاجه، ما بتحبش التوابل الكتير. اللحمه بتحب الفلفل الاسمر والملح بس، بجد والله. واحلى شوي اصلا ممكن تشويه للكفته هو ان انتي تعملي مية بصل عليهم شوية ملح وفلفل اسمر بس، وتعمليها وتصبعي بيها الكفتة. انما هي مش محتاجة توابل زي الفراخ. الفراخ بقى هي اللي تحتاج ايه، توابل ايه اكتر. تمام. وكنت برضو قبل كده كنت عامله الكفته في في فيديو تاني بتاع المكرونه، كنت بقول برضو من الحاجات اللي ما بتحبش تكون بايته قوي، فبقى عندك سنس كده من ايه، من العدد اللي انت هتعمليه، من عدد الصوابع اللي انت هتعمليه او من الكميه اللي انت هتعمليها، بحيث ان هو ما يتفضلش، عشان هي من الحاجات اللي اللحمه لما بتعمل بتتجلد، وغالبا يا اما هتترمي في حرام النعمه. فبقوا خليكوا ايه، خليكوا كده يبقى عندكوا حكمه وانتوا بتعملوا الاكل، ان انتوا لا تعملوا اكل مثلا قليل ما يكفيش، او تعملوا اكل اكتر من اللي لازم فيترمي. فلازم يبقى عندكوا سموا كده بالله علشان يبقى فيه بركه في الايه، في الاكل وفي الايه وفي الطبخ اللي انتوا بتعملوه. هنا خلاص انا خلصت صينيه الكفته. تمام. دي كانت يعني يعني اكتر من الكمية، مثلا ب70 3، علشان لو ولادي مثلا حد جاء منهم بالليل او ايه او حاجة يعني. ماشي. هما بيجوعوا بالليل. تمام. هنا خلاص انا كنت مسخنه الفرن، هو ده فرن ايه يعني. النار ايه، النار ايه تحت، قمت ايه حطاه فيه. ممكن تغطي بقى الصينيه بفويل زي ما انت ايه، زي ما انت عايزه، اعملي اللي انت عايزاه. عايزه تحطي شويه ميه في الصينيه صغيرين، بحيث ان انت تكوني مش عارفه اذا الكفته هتنزل ميه ولا لا، حطي ايه برضو. هنا بقى ده التوبينج او الصوص بتاع الكفته، اللي هو اصلا اللي هيبقى بقى مختلف، ان هو يخلي صينيه الكفته في حته تانية. هي حاجه كده، هي مش كباب هندي. الكباب الهندي بيبقوا زي صلصه بصل مش عارفه ايه الكلام من ده، بس لا، ده توبنج عادي هنحطه على الصوابع بتاع الكفته. يعني هتبقى كفته بصلصه. بجد والله يا جماعه الصينيه دي جميله، ويبقى احسن دي صلصه جاهزه يعني، دي من الصلصه الجاهزه. بس يبقى احسن لو انت كمان ضربتي مع الصلصه الجاهزه دي طماطمايه مثلا، او جبتي ايه، او جبتي صلصه عاديه من اللي انت ايه بتعمليها. ماشي. بتحطي عليها ليمونه وفلفل اسمر وملح وسكر. ماشي. وشويه ايه، وشويه زيت زي ما احنا ايه، زي ما احنا حطينا. ماشي. وكده جهزنا التوبنج، هنبقى نحطه على الايه، على الكفته. هنا كنت بحمي الزيت علشان البطاطس، وهنا بجهز للسلطه. تمام. هنا الزيت يعني خلاص بقى حامي، فايه، فبطش بقى البطاطس. البطاطس دي بطاطس فارم جاهزه. وانا يعني نصيحه، لما تيجوا تجيبوا البطاطس الجاهزه الفارم هاتوها ارفع حاجه.
ما تجيبوش التخين اعملوه انتوا في البيت، انما لما تجيبوها فرم، بما انكم كده كده هتجيبوها فرم يعني ومن بره وجاهزه، فجيبوها اللي هو ايه ارفع حاجه. انما التخينه انت كده كده ممكن تعمليها في البيت، حتى لو انت عايزاها مقرمشه او عايزاها. او بصوا هنا صينيه الكفته خلاص طلعتها، ماشي. هنا بقى يعني انا سبتها ان هي تاخد سواها، وهنا مثلا قبل ما اطفي مثلا عليها مثلا بربع ساعه كمان او كده، بطلعها كده في النص، بحط التوبنج ده. بصوا بحطه على الصوابع بتاع الكفته نفسها، بتدهيني الصوابع بتاع الكفته نفسها. ودي بقى لو كان كمان فيها حته طماطميه كده مبشوره او طماطميه عاديه مع الصلصه دي، كانت هتبقى برضو مديه طعم احلى كمان. هنا ده صلصه بليمون، بتعصري عليها ليمونه بسكر بملح وايه وفلفل ايه وفلفل اسمر اهو. بصوا بجد والله يا جماعه، بتدي الصلصه دي بتدي طعم، هي مختلفه عن الكفته العاديه بس مختلفة تماما، يعني طعم مختلف تماما. ما تفتكروش ان هي صلصة كده اتحطت وخلاص، لا، هي بتدي بقى بتقلب الكفتة لطعم تاني خالص غير الكفتة العادية، فبتبقى اكنك عملتي حاجة جديدة يعني. غير ان انتي مثلا تعملي كفتة عادية ايه في الفرن، يعني الكفتة العادية بعمل مثلا جنبيها مكرونة بتاع الكلام ده. الكفتة دي بقى اللي هو بناكلها بعيش وسلطة ايه جنبها وشوية ايه بطاطس، ماشي. هنا خلاص انا بشوف البطاطس كنت جايبه لقطه البطاطس دي عشان اقول يا جماعه ان انتوا حطوا البطاطس وسووها في الزيت وسيبوها، ما تقلبوهاش كل شويه. انا جايبه لكم بس عشان اقول لكم ان انا ما بقلبش البطاطس، بتاكد بس ان هي قربت تستوي، ماشي. انما ما تقلبوش البطاطس لما بتقلبوها كتير هتفضل طريه، انما سيبوها لغايه ما تحسوا ان هي استوت. وبعد كده قبل ما يعني ما تطفوا عليها مثلا كده بدقيقتين مثلا ولا حاجه، تقوموا مقلبينها تقليبه، بحيث ان لو في حاجه فوق وكده تكون اتحمرت كويس. هنا من ضمن الحاجات برضو اللي انا بحب اعملها ساعات ان انا اقشر القشر بتاع الخيار عشان بيعمل انتفاخات في القولون، يعني دي من معلومه يعني. لو انتوا حد بيعني هحسيك قولون او حاجه، يعمل الخيار يشيل القشر منه. هنا هو بصوا بشوف البطاطس لقيتها خلاص هي ابتدت تجمد، فبديها بس يعني تقليبه كده بسيطه، تمام، بحيث ان هي اتاكد ان كله هيبقى عمل. هنا هحط بقى الحاجات بتاعه السلطه دي. كان ناقصها بصراحه بقدونس. انا قلت قبل كده ان انا لما بعمل سلطه جنب رز جنب مكرونه ما بحبش احط عليها بقدونس، انما السلطه دي بقى بما اني هناكل كفته بعيش فكانت محتاجه بقدونس، بس انا ما كانش عندي بقدونس. هنا حته الحركه بتاعه سكر مع سنه خل في السلطه بتوديها في حته تانية والله العظيم، مع الملح وكمون بس، ما تحطيش فلفل اسمر ولا اي حاجه، ملح وكمون وشويه سكر مع الخل وزيت زيتون. لو زيت الزيتون طعمه حلو يعني رشه كده صغيره. هنا خلاص اهو بصوا البطاطس مقرمشه ليه، علشان سبتها ما قلبتهاش كتير. وتاني نصيحه ان انتوا لو جبتوا بطاطس من بره هاتوها فرم رفيع. هنا برش ملح وهنا رشيت فلفل اسمر. لا انا ما رشيتش فلفل اسمر، انا برش كزبره. انا ما برشش فلفل اسمر عشان بيغمق البطاطس، برش كزبره. بصوا دي صينيه الكفته بعد ما طلعت، انتوا ممكن تحسوها ان هي دي بعد ما زوجي يعني اتاخر ساعتين، فعشان كده تحسوا ان الكفته مثلا نشفت او حاجه. انما هي لو طلعت على طول كان بتاع الصوص اللي تحت ده كان هيبقى جوسي. بس هي كانت جميله، انا سخنتها برضو تاني، كانت كانت جميله ومش ناشفه. بس بصوا ده الصلصه بتديلها الشكل ده وبتديلها طعم، اقسم بالله العظيم. يوميها احنا بنخلص يعني كل واحد بيعمله مثلا سندوتشين 3، تمام. وبجد بجد بجد من احلى الاكلات اللي انتم ممكن تعملوها. شكرا جدا، ويا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، واستناكم في التعليقات لو حد عنده اي حاجه عايز يقولها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.